ده جزء من سلسله فيديوهات رمضان هنتكلم فيه عن مرضى القولون العصبي، ازاي تتعامل مع القولون بتاعك في رمضان عشان تتجنب الاعراض بتاعته. انا بعاني من القولون العصبي دلوقتي الحمد لله، بعد النصايح اللي هقول لكم عليها النهارده ما بقاش قولوني يتعبني في رمضان. فتعالوا نعرف مع بعض ازاي نتعامل مع القولون العصبي في رمضان. اول حاجه اوعى تفطر مره واحده ابدا او تاكل مره واحده. خد الاول حاجه بسيطه وبعد كده استنى ربع ساعه او نص ساعه وبعد كده كمل اكل، تكون المعده بتاعتك بدات تشتغل. طيب في ناس هتقولي مثلا لو انا معزوم بره في مكان ومش هعرف اعمل كده ابدا، الحل ايه؟ اول حاجه هنبدا بحاجه سائله زي الشوربه مثلا. طب وبعدين هنبدا ناخد الاكل بتاعنا بس بالراحه ونمضغ الاكل بتاعنا كويس قوي، ما تبقاش سريع في الاكل ودايما امضغ الاكل بتاعك بالراحه. والحاجه الثالثه ان انت تاخد كميات بسيطه من الحاجات اللي انت نفسك فيها وما تقلش في الاكل، خصوصا لو كان الاكل ده اكل دسم. تاني حاجه اشرب ميه كويس جدا من الفطار للسحور. مش معنى كلامي انك تشرب ميه مره واحده كتير قوي، لا، قسمها من الفطار للسحور. كمان قلل من شربك للكافيين زي القهوه زي النسكافيه زي الشاي، الحاجات دي بتكون مضره للبول وبالتالي هتساعد على خروج الميه من جسمك بزياده، ودي حاجه مش كويسه ابدا ليك في الصيام. رقم 3 زود الالياف شويه في اكلك وكمان البروتين، وقلل شويه النشويات خصوصا لو كانت النشويات دي من النشويات اللي بتتعبك. رقم 4 ودي نصيحتي دايما لمرضى القولون، الاكل اللي بيتعبك دايما ابعد عنه زي المقليات زي البصل الشطه والثوم وهكذا. رقم 5 دخل دايما الاكل اللي بيكون فيه سوائل زي الخيار الطماطم الجرجير كانتالوب البطيخ الخس الكابوتشا الكوسه، كل الحاجات دي هتساعد في حركه الجهاز الهضمي بتاعتك، كمان هتحميك ان يحصل لك امساك. رقم 6 ما تبقاش معدتك مليانه اكل ولسه فطران بقالك نص ساعه او ساعه وتروح تاكل تاني، استنى شويه لحد ما معدتك تهضم الاكل اللي انت اكلته، ولو حابب تاخد سناك يكون بعد الفطار ب3 أو 4 ساعات. رقم 8 اهتم قوي بالاكلات اللي فيها بروبايوتكس وبريبايوتكس. ايه الفرق بينهم؟ البروبايوتكس اللي هي الاكلات اللي بيكون فيها البكتيريا النافعه اللي بتكون مفيده لجسمك زي الزبادي وزي الرايب، لكن البريبايوتكس دي عباره عن اكلات بتكون مفيده جدا للبكتيريا النافعه الموجوده اصلا في جسمك. يعني البكتيريا النافعه الموجوده في الجهاز الهضمي عندك بتتغذى على الاكلات دي، وبالتالي البكتيريا دي لما بتزيد فهي بتحسن من كفاءه الجهاز الهضمي عندك زي الموز والشوفان وهكذا. رقم 9 لو حصل لك انتفاخات وغازات بسبب امساك مثلا او بسبب اكله تقيله انت اكلتها، ممكن تاخد الايوكاربون اللي هي اقراص الفحم، او ممكن تاخد الديسفلاتين، ده عباره عن اقراص بس بتكون مضغ يعني تاكلها وبعد كده بتبلعها. ممكن تاخد حاجه اقوى زي الكلوفرين دي وده بيكون برضو قراص. رقم 10 لازم تعرف ان الحركه مهمه جدا ليك كمريض قولون، خليك دايما نشيط، العب رياضه او حتى امشي نص ساعه بعد الفطار بساعتين. رقم 11 اوعى تنام ابدا بعد الفطار، هيجي لك عسر هضم والقولون هيتعبك جدا. لو في اي سؤال ليكوا اكتبوا لي في الكومنتس، ولو حابين نتكلم في اي موضوع في سلسله فيديوهات رمضان اكتبوا لي في الكومنتس تحت.